زار مجلس جامعة ديالى متمثلا برئيسها الأستاذ الدكتور عباس فاضل الدليمي مجلس محافظة ديالى لتقديم التهاني إلى رئيس مجلس المحافظة الجديد. كذلك بحث الوفد الزائر العديد من الأمور المشتركة والتي تساهم في مد جسور التعاون بين الجامعة والمحافظة، حيث وعد سيادته بوضع المكاتب الاستشارية للجامعة تحت تصرف مجلس المحافظة للنهوض بالواقع العمراني والاقتصادي للمحافظة. هذا اليوم بزيارة الأخ الدكتور علي الدايني رئيس مجلس المحافظة، مهنئين ومباركين تسلمه هذا المنصب، وهذا الحقيقة هو إنجاز لديالى أن يتسلق أكاديمي معروف بالنزاهة والأمانة على مستوى الجامعة رئاسة مجلس المحافظة، وهو حقيقة أمنيتنا أن نفعل الشراكة بين الجامعة وبين المجتمع المحلي اللي هو محافظة ديالى. هذا وقد التقت عدسة الجامعية بالدكتور علي زيد منهل الدايني رئيس مجلس المحافظة، حيث أكد الدايني على دور الجامعة في رفدها للمحافظة بالطاقات الشبابية وإعدادها لشريحة كبيرة من الشباب المثقف والواعي لدوره في خدمة ورفعة محافظتنا العزيزة. حقيقة بدأنا اليوم نتشرف بزيارة السيد رئيس الجامعة والسادة مجلس جامعة ديالى لمجلس المحافظة. أنا أعتبر هذا دعم كبير من مؤسسة علمية أولى في المحافظة. هذا راح يعطينا زخم أكثر على مواصلة العمل خلال الأيام القادمة إن شاء الله لترتيب أوضاع ديالى. الحقيقة اليوم أنا عندي عدة أطر راح أبدي بيها مع رئاسة الجامعة. هناك مكاتب استشارية، والحقيقة بديت وجهت قبل أسبوع بأنه يكون التعامل مع هذه المكاتب تحديدا، لأنه أنا اليوم أريد أبني المحافظة على أسس علمية. هذا وقد أكد مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في جامعة ديالى المدرس المساعد علي عبد الحسين علوان إن هذه الزيارة أتت في ظل سياسة الجامعة للانفتاح على مؤسسات الدولة، وكذلك ترسيخا لمبدأ الجامعة ودورها في رفد المجتمع بروافد الإبداع والثقافة. من السياسة اللي تنتهجها جامعة ديالى بالانفتاح على كافة دوائر المجتمع في المحافظة ديالى وتعزيز الترابط والتعاون والتنسيق مع هذه الدوائر. زار وفد من جامعة ديالى ممثل بالسيد رئيس الجامعة والسادة أعضاء المجلس الموقر مجلس محافظة ديالى، والتقى بالسيد رئيس مجلس المحافظة الدكتور علي الدايني. أولا قدم له التهاني بمناسبة استلامه منصبه الجديد، مباركين إلى هذه المرحلة الجديدة وهذه الانعطافة الجديدة. لقناة الجامعية الفضائية، علاء الأمين، ديالى.